الأكلة دي عشان تشبعي منها عايزة 20 سندوتش وريتل بيبس. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي، زي بتاعة العربيات بالظبط اللي نفسنا بتروح لها أول ما بتشم الريحة. أول حاجة معايا طاسة على النار أو صينية، حطيت فيها معلقتين من الزيت، وكنت مقطعة السجق بالشكل دوت كده. وطبعا تشتري السجق من جزار مضمون علشان خاطر النتيجة تكون مظبوطة. هشوح السجق مع الزيت لحد ما يغير لونه. في الوقت دوت كده انا حضرت معايا المكونات اللي هنبدأ نضيفها دلوقتي. يلا بسرعة اكتبيلي في الكومنتات بتتفرجي عليا منين، وما تنسيش تحطي لايك وتعملي متابعة. بعد ما السجق اتشوح معايا بالشكل دوت كنت محضرة معايا بصلاية، والبصلاية اللي انا هحطها بصلاية مبشورة. هقلب البصل مع السجق لحد ما يبدأ اللي هو لونه كده ياخد لون سيكا. وبعد كده هحضر معايا فصين من التوم. لو التوم اللي عندك فريش تقدري تحطيه كده مكعبات صغيرة، لكن التوم المتوفر عندي مهروس فحطيت كده حوالي نص معلقة كبيرة. التوم هيتشوح، واول ما يبدأ اللي انا اشم ريحة التوم هنزل ببقية الخضار اللي هو عبارة عن فلفل. في الوقت دوت خلاص كده التوم معايا اتحمر والبصل كمان بقى تمام. نزلت بكمية الفلفل كلها، وهنا بقى حطي الفلفل اللي انت عايزاه. هقلب الفلفل مع السجق لحد ما يتشوح كده شوية والفلفل ياخد لون كده. وبعد كده هنزل بالطماطم، وطبعا الطماطم اللي انا هضيفها طماطم مبشورة. لو حابة تحطيها مكعبات مفيش مشاكل، بس لو حطيتيها مكعبات القشر الخارجية هتبرم كده وتبقى مش حلوة. مبشورة احلى عشان من غير قشر خالص. هحضر معايا معلقة كده من صلصة الطماطم المعلبة على نص كوباية من المية، وهحطها على السجق. وهحط التوابل عبارة عن ملح وفلفل اسود وشوية من الكمون، ولو حابة تحطي 7 بهارات مفيش مشاكل. انا حطيت ملح وفلفل اسود وكمون وبس كده. هقلب كله مع بعض واسيبه لحد ما يتسبك بالشكل ده. يا سيدي بقى على الحلاوة والطعومة. فينو بقى صغير كده بيتباع في الفرن بيكون جميل وزي العسل. اعملي بقى سندوتشات، كل واحد 20 سندوتش كده عشان يكفيهم. شوية بقى سندوتشات حلوين كده، ولا اكل من بره ولا اي حاجة. كل حاجة موجودة في البيت، وافتحي المطعم عندك في المطبخ. سلام عليكم.